الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناة أزياء رشيدة مود. موديلنا اليوم راح نحتاجوله مترتين فقط من قماش القطيفة المزخرفة، ونص متر من القطيفة وحيدة اللون تكون متناسبة مع لون القماش تاع القندورة. إذن راح نبدأ طريقة التفصيل. أولا راح ناخذ قندورة تاع القطيفة المزخرفة وراح نطويوها من جهة العرض على 2، يعني نطويوها بالطول من جهة العرض بهذه الطريقة بحيث انه الحافة تكون على جنب. راح نبدأ نفصلوا الجهة السفلية، الكلاش، هذاك الجزء الكلاش اللي يكون في الأسفل نطبقوه بهذا الشكل على شكل مثلث من الجهة المفتوحة. راح نقيس هنا نلقاها 75 سنتيمتر، اللي هي طبعا متر ونص تقسيم ب2 75 سنتيمتر. وراح نضع نقاط بنصف قطر 75 سنتيمتر في عدة اتجاهات أو عدة أماكن باش يكون الرسم تاعنا تاع القوس دقيق. نرسم القوس بهذه الطريقة وبعدها نديرو نصف أو القوس الداخلي 22 سنتيمتر يكون الطول تاعو. نشوفوا إذا نضعه فقط لنتمكن من تحديد نصف القطر. لقيناه هنا تقريبا 24 عفوا. إذا راح نقص هنا الأقواس تاعنا وبهذا نكونوا فصلنا الجزء السفلي للقندورة من الأمام ومن الخلف. نتحصلوا على قطعتين، قطعة أمامية وقطعة خلفية نحتفظوا بها على جنب. نأخذ القطعة اللي فضلت باش نفصلوا الجزء العلوي تاع الأمام وتاع الخلف. نطويوها جيدا، يعني نقدوها مليح ونطبقوها كيف على 4 مطوية على 2، نعاود نطويها على 2. يعني هنا عندنا الأمام والخلف مطويين على 2، يعني القماش تاعنا مطوي على 4. ناخذ الطول هنا. إذا القطعة السفلية كانت 50 سنتيمتر، خذيت هنا الطول 95 سنتيمتر لأنه طول القندورة كاملة 145. خذيت 95 سنتيمتر، ما زدتش لاحق الخياطة على خاطر حنزيد قطعة في الوسط. هنا خذيت 7 لعمق فتحة الرقبة و12 سنتيمتر بالنسبة للكتف، وهبطت ب2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر في الكتف. خذيت 20 سنتيمتر حتى للإبط و15 سنتيمتر أو 18 هنا إلى خط الخصر و20 حتى الخط الحوض. نحدد ربع دورة الصدر ثم ربع دورة الخصر وبعدها ربع دورة الحوض، وراح نزيد لهم فقط حق الخياطة 1 أو 2 سنتيمتر فقط. من الأسفل راح نقص على ربع دورة الحوض 2 أو 3 سنتيمتر على حسب أنتي واش تحبيها. إذا نسيري بالنسبة للقطعة السفلية. إذا هنا فصلت تفصيلة الأساسية. راح ناخذ الجزء الخلفي تاع الظهر، نفصلوا الرقبة الخلفية. راح يكون سامبل رقبة هنا صغيرة فقط، حتكون يعني من الخلف مقفولة من الخلف 7 سنتيمتر بالنسبة للفتحة، وراح نهبطوا ب2 أو 3 سنتيمتر فقط بالنسبة للرقبة الخلفية. نفصلوا الرقبة تاعنا الخلفية ونمروا للجهة الأمامية. نحدد 7 سنتيمتر ونحدد من آخر الكتف 4 سنتيمتر وتحت الإبط ب1 سنتيمتر. راح نرسم هذا الشكل، 4 في الأعلى و1 في الأسفل، وراح نرسم هذا الشكل. نهبط ب12 سنتيمتر
ونرسم خط مستقيم. هنا حنوضح لكم الطريقة بأبسط طريقة ممكنة. نرسم خط مستقيم ونهبط هنا من الإبط ب15 سنتيمتر، وكيف كيف نرسم خط مستقيم. نهبط هنا ب4 سنتيمتر وراح نرسم خط منحني يطلع حتى المنتصف الخط المستقيم هذاك اللي رسمته من الأسفل بهذا الشكل. راح نقصه ونشوفوا كيفاش راح نعوضوا القطع. اذا نقص الجهة السفلية، ننزع القطعة تاع الفورم سوتيان. هنا فقط راح نحدد مكان الرقبة، راح نتخلص من هذه القطعة اللي في الوسط، نتخلص منها، والقطع الاخرين هذوما اللي راح نعاود نفصل منهم. اذا القطعة هذيك اللي في الوسط هي تاع الفورم سوتيان. اذا هنا راح نحي هذاك الجزء. اذا راح تولي قطعة الفورم سوتيان مستقيمة من الاعلى ومن الاسفل. نخليها نحتفظ بها كما هي. اذا هذه هي، وبقية القطع راح نعاود نفصل عليهم قطع اخرى. 3 قطع الصغيرة هذه نعاود نفصل عليها قطع اخرى. نبداو بالشريط اللي يجي في حول يعني عند حفتي الرقبة، نفصل عليه، نطويه على 4 باش نفصلوا 2 قطع، كل قطعة مطوية على 2، وزدت له 2 سنتيمتر من الأسفل، وتحصلت على قطعتين بهذا الشكل، كل قطعة مطوية على 2 باش تجينا الرقبة تاعنا مسفجة. الآن نجيب القطعة تاع القطيفة الوحيدة اللون باش نفصل بها بقية القطع. إذن أول حاجة راح نفصل بها الجزء العلوي للذراعين، نطويها بهذا الشكل. وهنا طول الذراع على حسب الرغبة. هنا خذيت 35 سنتيمتر طول الجزء هذا من الذراع، خذيت 35 سنتيمتر. عذرا فقط على التصوير هنا لم انتبه انه الصورة مش ماهيش واضحة كفاية. ارسمت الشكل الذراع وفصلته، مطوي على 4 طبعا، الذراعين الاثنين فصلتهم هنا. حددت المنتصف لتسهيل الخياطة فيما بعد. من الأسفل 15 سنتيمتر. إذا راح نطوي على القماش تاعنا على 4، هنا مطوي على 2، نعاود نطويه باش نفصلوا الشريطين اللي يجيو في الأسفل بين الكلاش اللي في الأسفل والقطعة العلوية للقندورة. خذيت هنا 22 أو 23 سنتيمتر على قد القماش تاعنا، ولكن العرض خذيت 8 سنتيمتر. فصلت القطعتين وفتحتهم باش نتحصل على قطعتين. الآن نعاود نطوي القماش مرة أخرى باش نفصلوا القطعة هذه اللي تجي أسفل فورم سوتيان، أسفل فورم سوتيان. راح نفصلها بهذه الطريقة، نوضعوا الجهة المقوسة وحتى من الأعلى هنا راح ندوروها تجي بنفس الشكل تاع الجهة السفلية، تجي مقوسة أيضا من الأعلى. ننتبه هنا مش راح نديرها مستقيمة من الأعلى، راح تكون مقوسة كيما في الأسفل.
يعني يكون هذا هو شكلها. نمر الآن باش نفصلوا القطعتين هادو اللي يجيو مع حردة الإبط. راح نضعو القطعة على القماش مطوي على 2، ونرسم أولا من هاد الجهة نرسمها معاها تماما، لكن في الجهة هذه نزيد 2 أو 3 سنتيمتر، نزيدو 3 سنتيمتر، نزيدو 3 سنتيمتر في الجهة هذه. نفصلوا القطعتين. إذن بهذه الطريقة. والآن راح نفصلوا جزء الكلاش اللي يكون في أسفل الذراعين. خديت هنا 15 سنتيمتر بالنسبة للقوس، وبديت نحدد نقاط باش يكون رسم القوس دقيق. هنا الطول تاعو 18 سنتيمتر، ونضع نقاط في جميع الاتجاهات على بعد 18 سنتيمتر، ونرسم القوس العلوي. وراح نقص بالمقص القوسين باش نتحصلوا على قطعتي الكلوش اللي خاصين بالذراعين. نمر الآن إلى طريقة الخياطة. بديت أولا بالذراعين، لصقت لهم قطعتي الكلوش، لصقتهم بعد ما نكون حددت منتصف كل قطعة. نفس الشيء بالنسبة للذراع الآخر. راح نمر الآن للجزء الأمامي. عفوا، هنا راح نلصقوا الأشرطة اللي يجيو في مع الركبة، يعني ليفصلوا بين قطعتين السفلية والعلوية للقندورة. أول حاجة نبداو نلصقوا الشريط في القطعتين العلويتين. نبداو بالقطعة العلوية هنا الجهة الأمامية، ونعاود نلصق الجزء السفلي. بنفس الطريقة في الجهة الخلفية، بنفس الطريقة. نبدأ دائما بالشريط ليفصل القطعتين. هنا نذكركم كي تعودوا تخيطوا في القطيفة دائما نضع القطعتين فوق بعضاهم، ونسحب القطعتين مع بعضاهم أثناء الخيط، نسحبهم الزوز مع بعضاهم
باش الخيط ما يتحبكش وكده تلبس ما يتقطعش الخيط. نزيد نلصق الجهة السفلية أو القطعة السفلية. لأن أنهيت من تلصيق القطعة الأشرطة في أسفل القندورة من الأمام ومن الخلف. نمر الآن للجزء العلوي للرقبة. أول حاجة راح نلصق هذه القطعة، وقبل ما نلصقها ذكرت أنه نرسم لي بانس أولا اللي يجيو أسفل الصدر. راح نرسم لي دو بانس البعد بيناتهم بين منتصف الصدر والبانس يعني 10 سنتيمتر، وطولهم أيضا 10 سنتيمتر. رسمت لي دو بانس، راح نخيطهم الآن بحيث يكون القيس تاعهم 1.5 أو 1.5 سنتيمتر يعني. ونلصقوا القطعة هذه. نبدأ دائما من المنتصف، إذا نبدأ دائما من المنتصف. نلصق القطعة يعني من الجهة اليمنى، ثم راح نعاود نزيد نلصقها من الجهة اليسرى، ودائما البداية تكون في المنتصف من المنتصف. باش الزايد يعني يبقى لنا في الأطراف، كنت تكون زايد هكا في الفصالة يبقى لنا في الأطراف وتسهل علينا أن نقصوه هنا هذاك الزايد. الآن الفورم ستيان نروح نكفوها من الحافة العلوية على جهة الرقبة، ونكفوها بهذه الطريقة أو نلصقاها من الأسفل. نلصقاها من الأسفل، ومن بعدها راح نخيط في المنتصف، نكمشها هكا في المنتصف. تقدروا تستعملوا لاستيك، احسن قطعه تاع لاستيك وتجبدوها هكا وتخيطوها في النص احسن. الان قطعتين اللي يجيو في الكتف، نبداو بزوز اشرطه هذوك اللي يجيو مع حافه الرقبه مطويين على 2، ونلصقوهم هما الاولين بهذه الطريقه. ومن بعد نزيد نعاود نلصق هاد القطع تاع القطيفه يجيو في الابط في حردة الابط، نلصقوهم على كامل الحافة. بعد ما نكملو نعاود نكمل نلصق لي دو مانش، نلصقو لي مانش تاعنا ونوقفو قندورتنا. بعد ما اولا نسفجو الرقبة الخلفية. إذن هنا
عن يلصق في القطعة الأخرى تاع حردة الإبط. إذن الآن راح نسفج الرقبة الخلفية، شريط فقط من القطيفة ونخيطه بهالطريقة ونعاود نطوي ونخيطه من الجهة الأخرى. بعد ما نكون سفجنا الرقبة الخلفية نوقفوا قندورتنا، نبداو من الكتف ثم لصق الذراعين ونخيطوا من أسفل الذراع حتى الأسفل القندورة بكل بساطة. وكانت هذه هي النتيجة. نتمنى يعجبكم الموديل. وفي الأخير نحب نشكر متابعي الأعزاء على دعمكم الدائم لي وبتعليقاتكم الرائعة اللي تشجعني وتخليني نتحدى الظروف والوقت باش نلبي لكم جميع طلباتكم بإذن الله. وأترككم الآن في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.